أفادت مصادر استخباراتية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتستر على فساد فرعين من أسرة آل سعود الحاكمة في السعودية، بينما يستهدف فروعا أخرى تحت شعار مكافحة الفساد، مشيرة إلى رجل الأعمال عبدالله الشقير كمثال على معايير ولي العهد المزدوجة. وذكرت المصادر أن المقربين من فرعي مشعل وسلطان أخوي مؤسس المملكة عبد العزيز آل سعود في مأمن من حملة بن سلمان المزعومة لمكافحة الفساد، وليس لديهم الكثير ليخافوا منه رغم وجود أدلة على فساد العديد منهم، حسب ما أورده موقع انتليجنس أونلاين الفرنسي. يأتي ذلك فيما يواصل بن سلمان استهداف فروع أخرى من آل سعود في إطار حملته المزعومة لمكافحة الفساد، ويقود عمليات تطهير تستهدف الوكلاء المقربين من العاهل السعودي السابق الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي العهد السابق محمد بن نايف. وأوضح الموقع المعني بشأن الاستخباراتية أن شقير هو أحد المقربين السابقين من مشعل بن عبد العزيز، الذي لعب دورا عائليا رائدا كرئيس لهيئة البيعة في السعودية التي تتكون من أبناء وأحفاد الملك المؤسس، وبالتالي كان له دور مهم في صعود الملك سلمان وولي عهده إلى سدة الحكم. وأضاف أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية المعروفة باسم نزاهة لا ترد إلا على بن سلمان ولم تتخذ أي إجراء بحق شقير، رغم وجود أدلة موثقة على فساده في صفقة توريد السترات وقية من الرصاص إلى الحرس الملكي. وتعود تلك الأدلة إلى عام 2019، حيث قدمت شركة ديفنس تك الأمريكية وثائق من 70 صفحة إلى نزاهة تتضمن إثبات لسرقة الشقير الملكية الفكرية الخاصة بالسترات الواقية من الرصاص. وأوردت الوثائق أن شقير مدين لديفنس تك ب5.6 مليون دولار بعدما لعب دور الوسيط في صفقة بيع 10,000 سترة للحرس الملكي الذي دفع أكثر من 40 مليون دولار عام 2014 نظير الصفقة، لكنه لم يحصل في النهاية إلا على سترات مقلدة رديئة الجودة حسب ما يؤكد محامو الشركة الأمريكية. وبحسب الوثائق فإن شقير قاد مخطط لبيع السترات المقلدة للحرس الملكية بدلا من سترات الديفنس تك بمشاركة مسؤولين بوزارة الداخلية السعودية، بينهم سعد بن عبد الله القحطاني وخالد إبراهيم اللحيدان. ورغم أن بعض المسؤولين الأمريكيين اعتبروا أن ديفنس تك قدمت أدلة قوية على فساد الشقير، لكن نزاهة لم تتخذ أي إجراء بحقه حسب ما أكدته مصادر انتليجنس أونلاين، مشيرة إلى أن اسم رجل الأعمال المقرب من فرع مشعل في آل سعود استمر في الظهور بقضايا فساد أخرى. وأوضحت أن كبير المستشارين القانونيين في الشركة السعودية للصناعات العسكرية جون فينسنت لونسبيرغ اكتشفت أن بعض البنود في عقود الاستشارات بين شركات الدفاع السعودية وشركة نيوتن المملوكة للشقير تعد بمثابة اتفاقيات وساطة، وهو ما يحظره القانون السعودي. وكانت مصادر انتليجنس أونلاين قد كشفت في 28 من أكتوبر شيل الأول الماضي أن السلطات السعودية أرسلت مذكرة اعتقال إلى منظمة الشرطة الدولية الإنتربول لتعقب الأخوين صلاح ومنصور فستق، مشيرة إلى أن بن سلمان مصمم على اعتقالهما بدعوى الفساد وسوء التصرف المالي. وأشارت المصادر إلى أن صلاح فستق هو والد زوجة الأمير متعب نجل الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وكان لاعبا رئيسيا في إبرام عقود الأسلحة الخاصة بالحرس الوطني السعودي العقود. ولا يزال الأمير متعب رهن الإقامة الجبرية ولا يمكنه مغادرة السعودية على خلفية اتهامات بحقه ضمن حملة بن سلمان لمكافحة الفساد بحسب المصادر. كما يواجه جميع المقربين من بن نايف مثل مسؤول الاستخبارات السابق سعد الجبري ورجل الأعمال نادر تركي الدوسري ملاحقات قانونية مستمرة كتلك التي يواجهها ولي العهد السابق نفسه الذي يعاني من مشكلات صحية ولا يزال قيد الإقامة الجبرية. وفي وقت سابق اعتبرت الأكاديمية السعودية المعارضة مدور رشيد أن تعيين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في منصب رئيس الوزراء الذي كان عادة ما يتولاه ملك البلاد يؤكد أن الأمير الشاب هو الحاكم الفعلي للمملكة الخليجية. ورأت في تحليل مطول نشره موقع ميدل إيس إيه البريطاني أن تلك الخطوة ستؤدي إلى إسدال الستار عن الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يبلغ من العمر 86 عاما، متوقعة أن يتوارى الأخير عن الأنظار بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة، بينما يصبح نجله محمد هو الدولة الآن. وأضافت الرشيد أنه باعتباره رئيسا للوزراء سيصبح بن سلمان أقوى من أي وقت مضى،
حيث سيترأس العديد من الوزارات والأجهزة البيروقراطية في الدولة الخليجية الغنية. وذكرت أنه في ظل وجود بن سلمان كرئيس للوزراء ومعه شقيقيه خالد وزير الدفاع وعبد العزيز وزير الطاقة الحالية، يتضح أن النظام الملكي الذي نعرفه قد تم إلغاؤه بعد أن سلم الملك زمام الأمور إلى سلالته. وأشارت الأكاديمية السعودية التي تعيش في الخارج أن الملك سعود حاول خلال حكمه وضع العديد من أبنائه في مناصب حكومية رئيسية، لكنه فشل تحت ضغط الأمير فيصل الذي أطاح بالأول في أوائل الستينيات. غير أن الرشيد رأت أنه من غير المرجح تكرار ما جرى مع الملك سعود مع بن سلمان إذا أصبح الحاكم الأوحد للمملكة، وذلك بسبب عدم وجود متنافسون أقوياء يمكنهم تقويض حكمه كما فعل فيصل. ورغم التسمية الاستثنائية لبن سلمان كرئيس وزراء، أشارت الرشيد أن تلك الخطوة لا تغير شيئا على أرض الواقع فيما يتعلق بشؤون الداخلية للمملكة منذ تعيين بن سلمان ولي للعهد في 2017. ولفتت الرشيد إلى أنه منذ صعود بن سلمان لولاية العهد قام الأمير الشاب بشكل تدريجي بتقويض سلطة الأمراء الآخرين وفرض سيطرتها على جميع وظائف الدولة وأجهزتها البيروقراطية من الاقتصاد إلى الأمن. لكن من وجهة نظر الرشيد سيكون المتغير على صعيد دولي، حيث ستحدث ترقية بن سلمان رئيسا للوزراء فرقا جوهريا، حيث لن يكون بمقدور أي زعيم دولي الآن تجاوز بن سلمان، كما سبق باعتبار أن منصب ولي العهد ليس أعلى سلطة رسمية في المملكة. وأضافت أنه من الآن فصاعدا لا يمكن للقادة الساعة للقاء ملك متوار على الأنظار، لكن سيتعين عليهم التعامل مباشرة مع ولي العهد. عليهم جميعا أن يعترفوا بأنه لا يمكن فعل أي شيء دون موافقة محمد بن سلمان. ومنذ انهيار سمعة بن سلمان دوليا بعد اتهامه في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر 2018، كافح ولي العهد جاهدا لمواجهة صورته كقاتل، وكافح لكسر عزلته حتى أنقذه الرئيس فلاديمير بوتين في فبراير شباط الماضي بغزو روسيا لأوكرانيا. وسط أزمة الطاقة العالمية نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، نشر بن سلمان إمدادات النفط الوفيرة السعودية كسلاح في معركته لاستعادة موقعه على المسرح العالمي. وفي غضون ذلك بدأ الرؤساء ورؤساء الوزراء في القدوم إلى الرياض سعيا وراء التعاون لتخفيف نقص الطاقة ومنع المزيد من الزيادات في الأسعار. ووفق رشيد، أراد الجميع أن يزيد بن سلمان إنتاجه من النفط، كان يعلم أنه حان الوقت لكي يساوم العالم من موقع قوة. وأضافت رشيد أنه بالإضافة إلى النفط الذي تشتد حاجة العالم إليه، يعلم ولي العهد ورئيس الوزراء الجديد للمملكة أن هناك ملفات أخرى لا يستطيع أحد غيره التحكم فيها وحلها في النهاية. وعقبت علاقات بن سلمان الأمنية والاقتصادية المتسارعة مع إسرائيل هي مقدمة للتطبيع الذي سيسعد الكثيرين في الغرب، لكن لا يبدو أن ابن سلمان في عجلة من أمره للترحيب بسفارة إسرائيلية رسمية في الرياض. وذكرت المعارضة السعودية أن بن سلمان لا يحتاج إلى ذلك في الوقت الحالي، فكل تعاملاته التجارية والأمنية مع إسرائيل هي أسرار مكشوفة ولا داعي للاندفاع من وجهة نظره في هذا الصدد، لكن ربما يكون الأمر أكثر إلحاحا بالنسبة لإسرائيل. ولفتت المعارضة السعودية إلى أنه حتى الآن لم يتم تتويج بن سلمان ملكا، لكنه على أرض الواقع هو الملك، وسيتعين عليه انتظار الأمراء والسعوديين الآخرين لكي يأتوا لأداء قسم الولاء له عند وفاة والده الملك. وخالصت إلى أن العديد من الأمراء سوف يسارعون لمبايعة بن سلمان حال وفاة الملك خوفا على حياتهم، وقد يكون آخرون أكثر ترددا، لكن سيتعرضون جميعا لضغوط لإظهار الولاء الصريح للملك الجديد، وإذا فشلوا في القيام بذلك فسيكون الثمن غاليا حتى بالنسبة لأولئك المتوارين على الأنظار بالفعل. وأشار إلى أن الحاكم الفعلي للسعودية الآن والمتحكم في قرارها هو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رغم تواجد والده الملك سلمان على العرش. وتمكن ابن سلمان من إزاحة جميع منافسيه داخل العائلة المالكة، ولا يحول بينه وبين العرش رسميا سوى وفاة والده الملك. وأحدث الأمير الشاب المتهور شرخا كبيرا داخل العائلة الحاكمة آل سعود، وقفز على أنظمة الحكم فيها، حيث أن منصب ولي العهد كان من نصيب الأمير محمد بن نايف الذي أطاح به ابن سلمان عام 2017 واختفى من بعدها. وبات الشاب المراهق يحكم السعوديين بالحديد والنار، وأصبح من لا ينافقه فضلا عمن يعارضه مصيره السجن أو القتل،
كما حدث في جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول عام 2018.